مشان النت، انه في لها ايجابيات وفي لها سلبيات. شلون يعني؟ هلا الايجابيات يعني فينا نقول انه الواحد اذا بده يستعملها الوقت الصحيح، يعني الصح، بده يعرف يستغلها النقطة المليحة. بس اللي مو ولا سلبيات، انه يسبب لنا مثلا للطلاب المدارس، للامور الثانيه للشباب كذا هيك، في امور يعني سلبيات كثير مو منيحه، وفي شغلات هيك منيحه، انه نتواصل مع الاهل، نتواصل مع يعني بشكل عام، يعني بنحكي انه في شغلات حلوه فيه وفيها لا مو حلوه بالاستخدام. اذا كان استخدمها بطريقه صحيحه ايه منيحه ممتازه، اما اذا غير طريقه المو صحيحه مو سليمه، في لها مشاكل، بتصادف مشاكل كثيره بتصير. يعني حتى في احيانا تجي اللي ما بيستعملها صح، احيانا بيعطونا اخبار مو نظاميه كاذبه، في كذا هيك، يعني في شغلات كثير، يعني في هيك وفي هيك. في فئه الشباب انه يستخدم النت بطريقه صحيحه، بتعرفوا تستخدموها صح، بتعرفوا تواجهوها بالامور السليمه، مو نفوت حيلا مواضيع كذا هيك اللي تواجهنا مشاكل يعني بشكل جميع الانحاء تواجهنا، كان بامور يعني ما بدنا ندخل بامور الكبيره، ما فيك تستعملها استخدمها صح. اكترين مثلا كارم بيجن يعني جواني انا اكتر شيء تاثير الجوان هذاك يعني تدبينها ما جوان سريع هذا التليفون دي بستشار ساعتها دوري جواكي كتني دوري اهلي خكتني يعني حتى باهلي خرونانين اكبر مثال يعني افتشتاياجي يكشي مرو كاربي جريداي سياسته يشي يعني مثلا تبقرج مسلسلاتها تبقرج العابها تشتي تصير تليفوني كامل يعني ايجابيات التليفونات هن اللي كسنا كاروا ايجابيات استعمال بك نجيب تشتي فالا وقت بيش نجوبونه يعني مثلا انا اجي بحسكر تليفون قلكي باشا مثلا تشتي لازميها بين تواصلك باشا اللي انا تدبيني بستوشار ساعات اصير تليفونان يعني افتشتقلك غلطه تاثير الجواك مكري تاثير المجتمع كري يعني تكارب جريدس مثلا إيرو تجوانا كي ببينا سريها ما بستوشار ساعات هذا التليفون يديه نما اهلي خو نازدك خشكاي نما باهلي خو رودني نما زان بيرو شاجياني تشاواي مثلا تكارتي كيف اخبار هذا جديا لي جي يعني تليفون قلت باش تزاني بوضع يروشي بلدي دن تشاواي اي اوروبا تشاواي وكيد تشاواي زان بيتش الدنيا تشيدبه بس انا نما اولوبي يعني كاربي اف جي دجمن سببها في تشتيه انه جوان خاصه افتشت باندوري سر جوان وجنيه دكشي يعني براني مثلا سركتي قوتي جن وجوان اللي دفر دجي دجمجي دبي جن وجوان بتش طريقه كارخوني زكي وابك دالي انترنت براني كارخوني زكي وابك دجمتي اخو بسر يعني مثلا ايرو دناف جوان اجنو جوان هذا وقت بمنافسات هي نقبا فكر وفلسفه سركتي ودنقبا فكري دجمن شاو خو بقيني فاك سايتا دريا انترنت دريا مثلا فكرو تشتيق او خوازي بك دخه هشي واندو فكري وانده يعني إيرو تببينه تنما جوانا كي دبينه سري كتابه كيديه مثلا اجدار في خوندنه وكيدن كتابن سروكتي تنما دبينه انه دستوادي براني هما سري وادفا تليفون هذا يعني افتجي تاثير ديك الفكره وان يعني حتى مثلا تببينه نما جو خوندنا خدك نما جو تشتكي ديك عند حياتها خد نما مثلا تشتكي جو خور ديك هما 24 ساعه سري وادفا تليفونات هذه يعني انترنت ايجابياتها يناد قالك تشتاد هي بس انه تكاربي كسنا ما با ايجابياتها بكتينه وما ضرن بالي سلبياتها في فتره داويد تدبيني قالك تطبيقات شي زياده بربونه مثلا ام بينا تطبيقك دا كتبو تشخوازيبه او تشتدوي تطبيق دي نما انسان كاره فكري خو بالشغلين استوعاب خو بالشغلين نرينا خو بده تشتانا جيد بري خو دفا تطبيقاته واف تطبيقانا جي حل دكن يعني مثلا كان بين جوجل افتشتايا الجمهيه افكار انسانه تشناك ناجمعينه يعني ايرو مثلا سركتيجي قوتي جواك كومنال بون جواك كل هافي وك مجلسك مرو لحردري افابك مرو هما بهفروني نرينا غيري خو ببين افتش لما يقش مثلا حتى تواصله وانا ما يصير تليفوني تمام رسائل ووقت نقاشي بهفري بك تجاري نابو وكهف يعني افتش تاياب ويا عادت مثلا عوديني انها ما صرت تليفوني قال لك بهفري بشان قال وجهي بدور ودين نظام دكوتنا شافري بيجي شي انسان بيجي افتش تايا قال كي شاشه. الانترنت له ايجابيات وسلبيات. الايجابيات اللي فيه انه يعطي فرصه جديده للشباب انه يقدروا مشان المهارات تكون اسرع واوفر واحسن لسهوله التواصل للمعلومات ويعطي انه التعرف يكون يعني وسيله للتعرف على المجالات الكثيره انه
عن طريق الإنترنت، يوصل له المعرفة الكاملة، مهارات والثقافات والاجتماعات الموجودة خارج النطاق اللي هو موجود فيه، إنه يتواصل إليها بسهولة. والإنترنت إنه دائما يعطيك الشيء السريع، يعني أي شيء بدك إياه تكون معلوماتك مباشرة تكون جاهزة، ما تحتار. إيجابياته يعني ممتازة، بس سلبيات يعني لازم ما يكون الإفراط كتير بالإنترنت مشان الصحة، مشان ما يكون إدمان عندنا الإنترنت، نعتمد على الإنترنت ويكون خلاص ما عندنا أي شيء تاني مباشرة، أي شيء بدنا إياه يكون مباشر على الإنترنت، رح يكون خطر على صحة الإنسان، ويكون معتمد خلاص إنه ما عنده قلة ثقافته، تكون الثقافة قليلة. يعني نستخدم الإنترنت بس لازم يكون ضمن شيء وجيز محدد، ما يكون دائما إفراط على الإنترنت. خلاص اعتمد على الإنترنت ما يقعد مع أهله، انعزال الشخص عن عائلته، عن كتير شغلات، يعني دائما يكون معزول. خلاص مهمته الأساسية إنه إيش، خلاص إدمان صار عنده، يعني يبعد عن الوسط الخارجي كلياته، يعني يكون دائما هو موجود إيش مع إنه خلاص عنده شيء يقدر يعبي المساحة اللي عنده اللي فاضية ينشغل فيها. هاي تصير عنده قلة ثقافة. يعني هلا الاعتماد الكبير لازم ما يكون على الإنترنت، تكون حتى ما يطلع، حتى ما يقرأ المعلومة، إيش يعمل نسخ لصق مباشر، نسخها لصقها جهزها خلص شغله. يعني حتى هو عم يسحب هالمعلومات ما عم يطلع عليها، خلاص اعتمد على شيء إنه يكون جاهز. أما لما يكون يرجع لمصادر الكتب، يعرف الكتاب إيش معلومة، إيش فيه، مين اللي كتبه، يعني يحاول يقوي من مهاراته لحتى هو كمان يكون مثل هاللي صنع الكتاب، هو كمان يقدر يصنع كتاب، مو دايما يعتمد على شيء اسمه إنترنت. يعني بيصير إيش قلة ثقافة، يعني بالعامية يكون قلة ثقافة عنده، ما عنده إنه شيء مخه قادر يشتغل على أشياء أكبر. دائما إنه لازم الاستخدام الأكثر ما يكون على مجال الإنترنت، للضرورة نستخدم الإنترنت بحياتنا، بس مو دائما نستخدم الإنترنت، يعني لحتى يكون القدرة تنمية العقل ما تكون دائما خمولة، لازم تكون أحسن. يعني نروح نرجع لكتب، لمراجع، لهيك شغلات مشان نقوي الذهن الفكري، ما نعتمد على الإنترنت فقط.